مساء الفل. شعبان قاعد في بيته مرتاح، سمع حركة غريبة، قاعد يبص شمال يمين، فجأة لقى حاجة غريبة. شعبان لقى في بيته تعبان، فط ونط وطلع يجري في الشارع. جاره شافه، مالك يا استاذ شعبان؟ قال له بيتي فيه تعبان. قال له بتجري ليه؟ انا هديك رقم راجل رفاعي، والرفاعي هو اللي مدوخ كل الافاعي. خد الرقم منه وراح متصل بيه. الو الرفاعي؟ في خدمتك يا فندم. من فضلك في بيتي افاعي. لا يا فندم، احنا مش الرفاعي بتاع التعابين، احنا الرفاعي بتاع الحواوشي. طب عندك حواوشي سجق؟ ورجعنا لكم وعرفنا بطل حلقتنا النهارده، حواوشي الرفاعي. النهارده احنا جايبين لكم 4 انواع حواوشي من الرفاعي، وهو اشهر من نار على العالم، فقلنا نجربه ونشوف هل هو يستحق حزام حلبة الاكل ولا لا. ونبتدي على طول. مش محتاج طبعا اقول لكم ان احنا بنقيم من خلال التغليف والكميه والمكونات والطعم والسعر. هنبتدي نشوف كل نوع جبناه عباره عن ايه. احنا جايبين النهارده 4 ترغيفه حواوشي. في البدايه حابب اقول لكم حاجه مهمه جدا. فين اللايك؟ فين الكومنت؟ فين السبسكرايب؟ انزل دلوقتي واخبط دلوقتي حالا، ادعمني علشان اظبطك. نبتدي في الاول بالتغليف. التغليف زي ما احنا شايفين علب كرتون، ومن داخلها رغيف الحواوشي على طول زي ما احنا شايفين. مش هطول عليكم، هنفتح كل واحد وندوق ونقيم ونعرف طعمه ايه. في البداية هنجرب اول حاجة حواوشي اللحم. طبعا حواوشي اللحم يا جماعة هي اشهر حاجة. لما نيجي نفتح علبة حواوشي اللحم بنلاقي حجم الرغيف زي ما احنا شايفين كبير جدا، ولما نفتحه من جوه هنلاقي كمية اللحم. هندوق ونقيم ونعرف هل ده لحم ولا محطوط عليه كمية برغل. والرغيف هنا مقسوم نصين، وده نص الرغيف زي ما حضراتكم شايفين. الحجم كبير. ندوق بقى ونقول بسم الله. طعم حواوشي الرفاعي اللحم، بالاضافه ان هو حاطط توابل الخاصه بيه، مديه طعم مختلف عن اي حواوشي ممكن تاكله في اي حته. طبعا يعني شهره الرفاعي سابقاه، وارشحه لكم ان انتوا تاكلوا اللحم. احنا جبنا 3 صوصات من الرفاعي، هي سعرها مش كبير، هو سعر الصوص الواحد 5 جنيه. فاحنا جبنا صوص سويت شيلي، وصوص بيك تيستي، وصوص تشيز الرفاعي. وعلى فكرة الصوصات دي كلها سعر كل صوص فيهم 5 جنيه، مقارنة بالحجم اللي فيه كويس جدا. انا عن نفسي بحب التشيز، فاحنا نجرب الحواوشي الرفاعي بصوص التشيز ونشوف طعمه ايه. نجرب صوص التشيز بتاع الرفاعي مع حواوشي اللحم. يعني عن نفسي مرجحش ان انت تستخدم صوصات مع الحواوشي، لان طعم التشيز صوص اثر على طعم الحواوشي، فانت ما بتحسش بطعم الحواوشي، بتحس بطعم التشيز اكتر. فانا من رايي كل الحواوشي ساده. تاني حاجه هنجربها حواوشي اللحم بالجبنه. وحواوشي الرفاعي يا جماعه مشهور بالحواوشي دوت قوي، وحجم الرغيف كبير جدا. طبعا يا جماعه شكل الحواوشي الجبنه زي ما احنا شايفين، الجبنه بتشد وجميله، شكلها حلو جدا وريحته شهيه. نجرب بقى ندوقه ونشوف طعمه ونقول بسم الله. طعم حواوشي اللي بالجبنه هو اسمه دبل جبنه، عنده طعمه احلى من الحواوشي الساده. هو نعم في فرق ما بينهم في السعر، ولكن ده طعمه احلى لان الجبنه مديه برضو مع اللحمه طعم لذيذ، غير لما حطيت التشيز صوص غطى على الطعم. لا، هنا طعم الجبنه مع اللحمه عامل تناسق ما بينهم هما الاثنين. حد هيسالني ويقول لي ليه ما جربتش صوصات مع الحواوشي اللي هو دبل جبنه؟ لان طعمه الصراحه مش محتاج حاجه تانية، مش مستاهل ان انا احط معاه اي حاجه، لان الاطعمه كلها موجوده فيه مظبوطه، فليه احط حاجه زياده؟ تالت حاجه حواوشي الفراخ. هو انا الصراحه بالنسبه لي كلمه حواوشي فراخ دي انا مش بلعها. هو الحواوشي بالنسبه لنا كلنا معروف ان هو لحمه، انما افتكاسه ان انا اعمل الحواوشي فراخ تزويد مني وخلاص. زي ما احنا شايفين كبير جدا، ولما نيجي نفتح والله هو لونه عامل زي ما يكون حواوشي لحمه، بس هو المفروض ده فراخ. هندوق بقى ونعرف اذا كان هو فراخ محطوط عليها لحمه ولا ايه ظروفه. ندوق ونقول بسم الله. طعم حواوشي الفراخ مش احسن حاجه. عارفين ليه مش احسن حاجه؟ لان كميه التوابل اللي محطوطه على الفراخ كتيره جدا، وهي نفس التوابل تقريبا اللي محطوطه على الحواوشي اللحمه بس بكميه اكبر، فمغطيه على طعم الفراخ. اصلا انا مش عارف انا باكل ايه، باكل سندوتش توابل ولا حواوشي فراخ. هنجربه بالصوص يمكن يبقى احلى. هنجربه بصوص السويت شيلي، يمكن الامل في العلبه دي.
ولا فرق اي حاجه. التوابل كتيره جدا في حواوشي الفراخ. اخر حاجه هنجربها حواوشي السجق. هو بالنسبه لي طبعا ان تسمع حواوشي سجق دي جديده عليا، بس نبص عليه بصه ونشوف. لا زي ما احنا شايفين حواوشي السجق نفس الاحجام، برضو احجام كلها واحده في الرفاعي. ولما نيجي نفتح من جوه سجق مفروم معمول في رغيف حواوشي. هنشوف طعمه هيفرق معانا ولا لا. ندوق بقى ونقول بسم الله. بصوا يا جماعه، حواوشي السجق نفس التتبيله برضو بتاعت الرفاعي اللي محطوطه في اللحمه، هي اللي محطوطه في السجق. فانا حتى وانا باكل حواوشي السجق مش عارف افرق ما بينه وبين الحواوشي اللحم. بالنسبه لي الطعم الاتنين واحد، يعني الفرق ما بينهم بسيط جدا لا يذكر. ولو هرشح لكم حاجه تجيبوها من الرفاعي هما اتنين بالظبط، حواوشي اللحم او حواوشي اللحم بالجبنه. انما اي حاجه تانية اعتقد ان هي افتكاسه ملهاش اي 30 لازمه. ده من الاخر. التتبيله في الرفاعي قويه جدا فمغطيه على طعم الحاجه. نجرب بقى بصوص البيك تيستي. مش عارف ايه علاقه البيك تيستي بالحواوشي، بس هنجرب. بسم الله. اكتشفتوا ان البيك تيستي والصوصات اللي بتتحط على الاكل هي اللي بتدي له نكهه حلوه قوي. يعني انت ممكن تعمل اي سندوتش اي لحوم وتحط عليه بيك تيستي او تشيز، هيفرق طعمه 180 درجه. الحواوشي السجق لوحده مش الواو، يعني مش الجامد اخر حاجه، بس طبعا لما يتحط عليه صوص بيشقلب كيان. هو حلو مع البيك تيستي. لو هتجيب حواوشي السجق هات معاه بيك تيستي، ممكن يظبط الطعم شويه. وجينا لمرحله الحسم، نعرف فيها بطلنا النهارده الرفاعي يستحق حزام حلبة الاكل ولا. ثانيه واحده، انت ليه ما عملتش سبسكرايب ولايك وكتبت كومنت؟ بالنسبه للتغليف، التغليف كان في علب كرتون شكلها كويس، عشان كده انا هديله نقطتين. تاني حاجه كميه حواوشي الرفاعي كميه كبيره ودي ما فيهاش كلام. حجم الرغيف كبير والحشوه اللي جواه شكلها برضو كبير، عشان كده انا هديله نقطتين. نيجي تالت حاجه للمكونات. المكونات بالنسبه لي سببت لي لغط كبير جدا. كميه التوابل اللي موجوده داخل اللحم، اذا كان في الفراخ او في السجق او في اللحمه نفسها، فكانت غريبه كتيره جدا. فمش عارف احدد ده طعم لحم ولا ده طعم فول صويا ولا ده طعم برغل. فبالنسبه لي مش هقدر اديله حاجه في المكونات. رابع حاجه الطعم، والصراحه انا اتصدمت في طعم الرفاعي برغم ان هو خصيت كويس، وانا والله مش بحاربه ولا حاجه، ولكن ده رايي الشخصي. طعم الرفاعي الحواوشي اللحم زيه زي حواوشي الفراخ زيه زي حواوشي السجق، التلاتة تقريبا طعم واحد، لان كل التوابل اللي محطوطه عليه طعم واحد، فمفيش اي اختلاف، غير ان في تفاوت في الاسعار بشكل رهيب. ولكن الصراحه الوحيد اللي عجبني فيهم هو حواوشي اللحم بالجبنه. ده الحاجه الوحيده اللي عجبتني، ولو برشح لو في حد هيشتري حاجه من الرفاعي ممكن تجيب حواوشي اللحم بالجبنه، دي الحاجه الوحيده. ونصيحه، لازم تاكله وهو سخن، لان لو بارد شويه هتتلخبط في طعم اللحم من التوابل فمتبقاش عارف انت بتاكل ايه. علشان كده مش هقدر اديها. اخر حاجه السعر، ودي الصدمه بالنسبه لي. سعر حواوشي الرفاعي غالي جدا يا جماعه. رغيف الحواوشي اللحم بس ب 40 جنيه، وحواوشي الفراخ ب 40 جنيه برضه. اما السجق اللي هو اصلا بالنسبه لي مش اختراع ب 49 جنيه، فمش حاسس باي اختلاف ولا حاسس ان السعر اللي انا دفعته دوت يدي الجوده اللي انا هاكلها. فبرضه للسعر للاسف مش هقدر اديله حاجه. للاسف حواوشي الرفاعي ما قدرش يفوز معانا بحزام حلبة الاكل، واتمنى ان هم يراجعوا نفسهم في الطعم وفي الاسعار. وده يا جماعه راينا الشخصي مش الزام على حد، وده عن تجربه خاصه بينا. حتى الناس عشان ما تفتكرش ان انا متحامل عليه، والله انا خليت الناس زمايلي ورا الكاميرا يدقوه برضه وكان ليهم نفس الراي. وفي النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير، وقولوا لنا في الكومنتات عايزين مين يبقى منافس معانا لحزام حلبة الاكل. اشوفكم في حلقه جديده. سلام.